ألفة أحمد شيرني، رابط المنتخب الوطني للرماية، اختصاص مسدس هوائي 10 متر واختصاص مسدس ناري 10 متر. الترشح للألعاب الأولمبية هو حلم كل رياضي، باش يوصل يترشح للألعاب الأولمبية سي عمل إنجاز كبير برشا، معناها فما بالك أنت يترشح ويشارك ومعناها ويطلع على البوديوم، سي حاجة كبيرة برشا. إن شاء الله يا ربي نوصلوا ونحققوا المطلوب إن شاء الله. أكيد إحنا نخدموا ومعناها بكل قوة، وعلم تونس هذاك فوق رؤوسنا الناس الكل، وإن شاء الله علم تونس في الأولمبياد في باريس إن شاء الله يرفرق إن شاء الله. ألفة الشاني باش تمثل تونس في رياضة الرماية بالمسدس 10 متر. عميدة المشاركين توانسة تترشح للألعاب الأولمبية لخامس مرة على التوالي. باريس يعتبر ثالث أولمبياد لها بالحضور بعد طوكيو وريو. بطلة العرب وإفريقيا وصاحبة مشاركات عديدة في كؤوس العالم باش تحاول تستثمر خبرة السنوات لتحقيق نتيجة إيجابية في أولمبياد باريس. انطلاق المنافسات باش يكون بالتصفيات يوم السبت 27 جويلية، على أن يكون النهائي يوم الأحد 28 جويلية. حظ موفق لممثلة الرماية التونسية ألفة الشاني.